السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، جينا لكم بفيديو جديد، وده مش فيديو قانوني، ده الفيديو اللي احنا كنا دايما وعدينكم انه كل اسبوع بيكون فيه فيديو، حاجة كده للتوعية، نصيحة، من باب فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. اتكلمنا في الجايمة، واتكلمنا في طرق اختيار الزوج، وان اتكلمنا ان حسن الاختيار والتركيز في حسن الاختيار افضل من الجايمه الكبيره. يعني لو انك انت شايفه مش على خلق بس عامل جايمه كبيره ومفكر ان دي هي مثلا طوق النجاه لبنتك او لاختك، يعني سامحني، مش هو ده الهدف اللي احنا بنتمناه. النهارده الموضوع اللي هنكلمكم فيه يعني موضوعي وموضوعك وموضوع كل شاب النهارده. شوف النهارده الذهب بكام، وشوف لما بتروح لواحد تتقدم لبنته بيطلب ايه. طيب ماشي، انت عايز تجوز بنتك او اختك وعايز يعني تحسس جوزها ان هو عانى عشان ياخدها وان تعب وان انت جاي كده يعني اديتها حقها. يا اخي بس مش بكده، بال100 جرام دهب وال200 جرام دهب والبتاع. طب الشاب اللي لسه طالع للدنيا وعايز يعف نفسه، يا اخي اصل ما يطلعش واحد يقول لي طب ما هو لو ما معوش ايه اللي يخليه يروح يتجوز. يا اخي عفه، بيدور مثلا بيحصم نفسه من الحرام. النهارده انا بكلمك في حاجه، انت الهدف، انت الهدف من اللي انت بتعمله مثلا في اللي جاي يتقدم لبنتك ولا لاختك. على فكره، انت لو انك راجل مسلم وعايز تمشي، يا اخي امشي على الدين، امشي على الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا قال مال ولا جاه ولا بتاع ولا شقه تمليك ولا شقه مش تمليك ولا الكلام ده كله. يعني تقول لي ما انا عايز اطمن على بنتي، ما انا عايز امن اختي. يا اخي انت مش ربنا عشان تضمن مستقبلها، مستقبلها ده في ايد ربنا. وانت لما تجوزهم وهم يكونوا واخدين بعض بما يرضي الله وقلبهم على بعض، والله هيكملوا بعض وهيوصلوا وهيعيشوا ويبقوا احسن من الناس كلها. بس حاول تيسر. اخر الفيديو هقول لك يعني جمله بس بسيطه: اللي محطوط في مكان ويقدر ييسر على الناس يسر. ما تسعر يعني ما تعسرش على الناس، او ما تضغطش شاب، او ما توقفش جواز عشان طلبات، او تدفع شاب لان هو يبص للحرام عشان طلبات، عشان ما تبقاش ايه شايل الاسم. جوز بنتك بما يرضي الله واختك بما يرضي الله، وتوكل على الله وخليك رحيم باللي جاي لك، وان شاء الله ربنا يصلح لهم الحال وهيعيشوا اسعد اتنين. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة.